صلى على النبي. ألف صلاة على النبي. انا ما صدقت ان السيده طلعت بره وبعت لك عشان اكلمك في نقطه مهمه. ان شاء الله خير. انت عارفه ان السيده هبطت وصحتك اليوم على قدها صحتها في الناس، والعيال عايزه من ناحيه جنب. أكيد. العيال كبرت وعايزه من ناحيه جنب، فهي ما عادتش نهضه ونفسها بقى ضيق وخلقها بقى ضيق. فانا عايز اقترح عليك اقتراح وانت تقول لي يعني ايه رايك فيه. ماشي. انا عايز اجيب لها واحده تساعدها. وحدة. تساعدها تسند عليها في شغل الدار. يعني واحدة شغالة. لا احنا في الارياف ما عندناش شغالات، أمال واحدة. عيب نجيب واحده شغال. أمال واحدة إيه يعني؟ يعني احنا هنجيبها مثلا مثلا يعني اتجوز. تتجوزني؟ أنت قلت لي؟ امال انا بعت لك ليه؟ ما انا بعت لك عشان انت اللي تقولي لي. يعني أقول لها جوزك عايز يتجوز عليكي؟ لا ما انت ما تقوليلهاش كده بقى. هو يعني هي بنتك اي نعم، بس برضه ولاد بنتك لهم حقوق علينا. عايزين يتربوا وعايزين هدومهم تتغسل وعايزين يلبسوا حلو وعايزين يسرحوا وعايزين. ده البنت الصغيره بتقعد بالثلاث ايام ما بتسرحش شعرها الوقت. البنت الست الصغيره اللي عندها كنفاش قد كده اهو بتقعد ما بتسرحش شعرها. طيب هو فين يعني ضرة بتربي الضرة؟ ايوه ما هم الاثنين هيبقوا موجودين. هي بقى هتبقى قاعده متابعه تقول لها اعملي دي وسرحي دي واكنسي دي. ايوه يا حاج انا هخليها تعمل كده. انا هقول لها وهتفق مع الثانيه اللي هتيجي ان انت تحت طوع ام زياد. يعني انت جهزت وعرفت هي فين؟ ما جهزتش ولا حاجه. انا ما جهزتش ولا حاجه. ده انا عرفت ان في عيله غلبانه في الاصالي واتجوزت قبل كده وما بتخليش. فقلت دي انسب واحده. هي بالنسبه للعيال عندنا 3 عيال الحمد لله، وهي هتبقى ست الدار برضه. يعني هي هتبقى ست الدار وبتاعت الاصاله ده عيله غلبانه وهتبقى من ايدها دي لايدها طب دي. يعني اعمل ايه هاني؟ انا اعمل انت قولي ايه؟ لي ايه؟ انا جاي لك عشان ان انت تقولي لي ايه؟ ان ابو زياد عايز يجيب لك واحده تساعدك في شغل الدار. بس عشان خاطر ان احنا في الارياف وكلام الناس وده قال وده عاد ما ينفعش تيجي كده من غير حاجه. لازم ايه؟ يتجوز يكتب عليه وشوف رايها هيبقى ايه. انا عارف ان هي طيبه وقلبها ابيض. هي طيبه وقلبها ابيض. طيبه في كل حاجه يا ابو زياد الا الضر. احنا ما نحسبهاش كده بقى. احنا ما نحسبهاش ضر بقى. احنا نحسبها ان هي واحده جايه تساعدها، واحده جايه تقف معاها في تربيه العيال، واحده جايه تخدمها. نحسبها كده. والثانيه عيله غلبانه ومنطويه ومنكسره. طيب ماشي. وبعدين هتبقى عيله يعني برضه ايه؟ يعني هي عيله اصغر منها في السن فهتسمع كلام. طب ما تقول لها انت. ما ينفعش. انت امها. انت امها انت اللي هتقولي لي ايه؟ وانت اللي هتقنعها بالراحه. اصل هتاخدها مني هتزعل. انها منك انت بتشتغلوا مع بعض. انتوا كده بتتشاوروا مع بعض. يا ابو زياد ده جوزك عايز يتجوز عليكي. ما تقوليلهاش جوزك عايز يتجوز عليكي بقى. انا هقعد افهم اقول لك قولي لها جوزك عايز يجيب لك حد يساعدك في شغل الدار. وانتوا بتقولوا ايه؟ ها؟ بتقولوا ايه؟ جوزك يا بنتي عايز. استني يا حاجي والله امك دي جايه عايزه تخرب عليكي. ليه؟ امك جايه مخصوص ما اعرفش مين اللي قال لها على واحده في الاصالي وعيله غلبانه بينها قريبتي. بتقول لي يا ابو زياد احنا هنجوزها لك ومالكش دعوه بام زياد ولا هقنعها وام زياد هبطت وام زياد صحتها وحشه ودي هتيجي تساعدها في شغل الدار. انا مش عارف امك دي امك ولا ضرتك اصلا اللي عايزه تجوزني عليكي دي. امك دي ولا ضرتك؟ انت حره انت امك انا ماليش دعوه. قالت كده؟ والله ماليش دعوه. انت حره انت وهي. قالت كده؟ ايوه انا بقول لك بعيد عني. هي قاعده ايه؟ وهي قاعده انا بقول لك بعيد عني ايه؟ انا يا ابني. ايوه يا حاجه انت لسه قايله الوقت هو واحده من الاصالي وصغيره عن مراتك في السن شويتين. مش انت اللي قايل لي واتجوزت قبل كده وما بتخلفش وهجوزها لك عشان البنت هبطت وهتساعدها في شغل الدار وهتبقى هي يعني مراتك ام زياد هتبقى هي اللي بتسمع الكلام الكبيره والثانيه هتسمع كلام ايه؟ انت اللي قايل الكلام ده. دي. قلت لك ولا انت اللي قلت لي؟ لا انت اللي قلت لي. انت مش اللي بعت لي عشان تقول لي. انا بعت لك مش انت اللي لسه جايه لوحدك دلوقتي. انا بعت لك يا رب. والله العظيم ما بعت لك. انا هغير ضميري وانا يا رب.